5 فوائد لتناول البطاطا الحلوة. البطاطا الحلوة تحمي القلب. كيف؟ تحتوي على الكثير من البوتاسيوم، ولذلك هي مفيدة في تجنب وقوع نوبة قلبية أو سكتة دماغية، كما أن البوتاسيوم ينظم كهرباء الجسم وتوازن السوائل فيه، وبهذا يستقر ضغط الدم وتنتظم وظائف القلب. عندما تتناول البطاطا الحلوة فأنت تقوي مناعتك. تعمل الفيتامينات والتركيبات الكيميائية النباتية الموجودة في البطاطا الحلوة على تقوية جهاز المناعة في الجسم، كما أن البطاطا الحلوة غنية بالألياف، وبالتالي فهي تساعد في تلافي مشكلة الإمساك، خاصة عندما تؤكل بقشرها. البطاطا الحلوة غنية بالمواد المضادة للأكسدة، حيث تحتوي على هذه المواد، ولهذا فإنها قد تقي الجسم من الالتهابات، وبالتالي تقيه من المشاكل التي تسببها الالتهابات. مفيدة للحوامل ومن تريد الإنجاب، إذ تحتوي البطاطا الحلوة على كثير من حمض الفوليك، ومعلوم أن الفوليك ضروري لصحة نمو خلايا الأجنة وأنسجتها. ربما كانت البطاطا الحلوة واحدة من بين أعلى الأطعمة على الإطلاق باحتوائها على فيتامين أ أو البيتا كاروتين، وهي الصبغة البرتقالية المميزة للبها. وتشير الدراسات إلى أنه ليس كمية البيتا كاروتين فيها هي العالية فحسب، إنما نوع هذا البيتا كاروتين فهو من النوع الممتاز الفعال الذي يصل أسرع ويعطي مفعولا أكثر وأقوى من ذلك الموجود في الخضروات الأخرى. البطاطا الحلوة من الأطعمة النادرة التي تحتوي على فيتامين د الذي يلعب أدوارا رائعة على مستوى توليد الطاقة وسلامة العظام والأسنان والقلب والأعصاب والجلد والغدة الدرقية. ننصح من يخشى من المعادن الثقيلة في طعامه من الزرنيخ والكادميوم والزئبق بالإكثار من تناول البطاطا الحلوة، كما أنها غنية بالحديد الضروري من أجل عمل الكريات الحمراء والعضلات والشعر، كما أنها غنية بالمغنيسيوم الذي يعتبر العنصر المهدئ، ونستخدمه للأطفال المصابين بفرط النشاط والحركة ونقص التركيز. ونظرا لتأثير الصبغة البرتقالية المضادة للأكسدة في البطاطا، فإن الدراسات تنصح مرضى السرطان بكافة أنواعه بتناولها، وينصح بما يعرف باسم العصير البرتقالي الذي يحتوي على كافة الأطعمة برتقالية اللون مثل البطاطا الحلوة والمشمش والبرتقال والمانجا والزبيب والشمام وغيرها. وتتميز البطاطا الحلوة بوجود صباغ آخر مضاد للأكسدة ضاربا للون الزهري فيها، وخصوصا في المنطقة تحت القشر مباشرة وحتى في اللبة والقشرة نفسها. بالرغم من أن كثير من الناس يعتقدون أن البطاطا الحلوة غنية بالكربوهيدرات ومن ثم فهي غير مفيدة لمرضى السكر وتضرهم، إلا أن هذا الاعتقاد ثبت أنه غير صحيح كما يقول الدكتور جميل القدسي. وتشير الدراسات إلى أن تناول البطاطا الحلوة مضاد حتى لالتهاب الخلايا العصبية في كافة أنحاء الجسم والأنسجة الدماغية أيضا، مما يجعله مفيدا لدى مرضى السكر المصابين باعتلال الأعصاب الذي يؤدي إلى الضعف الجنسي والإمساك والإسهال والخدران والتنميل والشعور بالحرارة والبرودة في الأطراف وغير ذلك، وكما أنه يعتبر واقيا لهم من كل ذلك.